حاجة اتعلمتها من شبابي لحد شيبي. لما اقول ابقى قد القول، ولما اعمل ابقى قد رد الفعل. قلب ابيض مع اللي بيجي معايا دغري، واسود من عتمة الليل مع الحورتجي اللي بيتمنى زي سيد. ايوه يا جاف. خلاص يا معلم سيد، انا هجيب لك الواد مسكر عشان اللي زيك ما ينفعش اتكلم معاه بايدي. اللي زيك اتكلم معاه بوسيله اقل من كده. ولا اقول لك يا معلم سيد، يا سيد سمعني صوت نباحك يا سيد. ايوه يا جاف. دلوقتي يا سيد في واحد غلط مع اخوك. ايه ده؟ عيل ما يسواش 3 جنيه غلط مع اخوك وقال كلام اخطأ فيه، مفروض يتم معاه يا سيد. ده يتعامل فيه ابصر الجرائم. ابسع الجرائم بيقول لك. اخويا سيد بيقول لك ابسع الجرائم. عارف لو كلامك زاد معايا كمان اعمل فيك ايه؟ قسم انا هجيب لك مسكر تعالى يا مسكر. يا معلم جعفر، ايه القصه يا معلم جعفر؟ الواد ده سيد، قصدي بقى اسمه ايه؟ اسمه مسكر يا جعفر. مسكر. الواد ده مسكر غلط فيا، وعايز اجيب لك حاجه كده يعني رخيصه تضربه بيه الشبشب مثلا. انت يا معلم يلا يا ابني. لا من غير غلط يا مسكر، من غير غلط. احنا ما نغلطش ابدا، احنا ناس ما تعرفش الغلط، احنا ناس نتكلم بالاصول، وطول ما في اصول طول ما في راجل فهمان. قال السيدة زينب جعفر العمدة مش مفتري، لا اللي بياكل جمبري. لا تهدى يا سيد، بنتكلم كلمتين جد دلوقتي. بغرفه يا جعفر ان انت فييس وكده. فيس يا سيد، مش عايز تعرفه؟ مش عايز اعرف حد باكل جمبري ولا خلاص. بتاع. سيد اخرس بقى. قول لهم ان احنا بتوع اصول. ما انا بتكلم، قول. افهم انت في الاصول واهدى. يا للسيدة زينب انا بتكلم بالاصول. وبنتعشى فول. يا سيد ما تخرس بقى يا سيد. عشان اقول لهم ان انت فقري ده عكس فنجري. يا عم انت مال اهلك. يا للسيدة زينب انا جعفر العمدة، وانا سيد العمده. منكم ساكن في حارة السيدة زينب. اللي هيجي يخبط على بابي هيلاقيني انا اول واحد طالع بشوف ايه احتياجاته هلبيها له. بس اللي يفكر يزعل المعلم جعفر العمدة يا ويله، يا ويله على اللي هيدور معاه. وبس اظن الكلام وصل والرسالة وصلت. اللي هنقوله مش هنعيده ونزيده. سلام عليكم. ياض اعمل لايك عشان جايلك كتير.